السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقاؤنا المشاهدين من كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الشيق يحكى أن. عنوان حكايتنا اليوم هو كافل اليتيم، وهي قصة حقيقية حدثت في زمن ماضي. فقد كان هناك رجل وزوجته، ومعهم أولادهم الذين يعيشون في بلاد الغرب، وكانوا يعيشون حياة الأغنياء الفارهة، حتى مات الأب وأصبحت الزوجة أرملة، ولم يكن معها أحد غيرها. فمرت هي وبناتها بظروف صعبة، فقررت مغادرة المدينة إلى مدينة أخرى خوفا من شماتة الناس. وكان خروجها في برد شديد. وصلت إلى قرية بعيدة، وجلست مع بناتها في أحد الأماكن، وكانت بعض المساجد المهجورة. ثم بدأت رحلة البحث عن الطعام لبناتها ولنفسها من شدة البرد. فمرت بمجموعتين من الناس، مجموعة من المسلمين، وكان بينهم شيخ البلدة، ومجموعة غير المسلمين، وكان بينهم ضامن البلدة أو كبيرها. فبدأت بالمسلمين وتحدثت مع الشيخ، وقالت له: أنا امرأة مسلمة ومعي بنات أيتام أحتاج إطعامهم. فقال لها: كيف أعرف أنك مسلمة؟ ردت: أنا غريبة في هذه البلدة، ولن يعرفني أحد من الناس. فأعرض بوجهه عنها، فذهبت من عنده وهي حزينة ومنكسرة، فجاءت إلى مجموعة غير المسلمين وتحدثت مع كبير البلدة، وشرحت له حالها وحال بناتها، وأن زوجها توفى، والبنات أيتام، وهي امرأة غريبة في البلدة، حتى أنها تسكن في مكان مهجور وفي أحد المساجد المهجورة، وهي تحاول أن توفر لبناتها الطعام وبعض الملابس الدافئة مع هذا الشتاء الشديد. ولا تطمع في أكثر من ذلك. وأخبرته بما حدث مع الشيخ المسلم، فقام وكلم واحدة من نسائه، فأخذتهن إلى بيته، وقاموا بإكرامهن، وباتوا عنده في نعمة وكرامة، حيث كان المكان دافئ والطعام لذيذ وشهي. لكن في منتصف الليل من ذلك اليوم الطويل نفسه كان الشيخ الكبير يغط في النوم. نوم عميق. رأى في تلك الليلة رؤيا، كانت رؤيا عجيبة وغريبة جدا، جعلته يستيقظ فزعا. يا ترى ما هي هذه الرؤيا التي جعلته يستيقظ من نومه؟ ستعرفونها يا أصدقاء، لكن بعد فاصل قصير. فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم مجددا يا أصدقاء. عدنا إلى برنامجكم يحكى أن، وحكايتنا لليوم والتي هي بعنوان كافل اليتيم. أين توقفنا يا عبد السلام؟ توقفنا عند الشيخ المسلم، صحيح، عندما كان نائما في تلك الليلة، حيث رأى رؤية عجيبة جعلته يستيقظ من نومه. رأى الشيخ المسلم قصرا ضخما، وكان من الزمرد الأخضر، وكانت شرفاته من اللؤلؤ، وأيضا من الياقوت، وفيه قباب ضخمة، قباب من اللؤلؤ والمرجان. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله: يا رسول الله، لمن هذه القصر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هذا القصر لرجل موحد. فقال الشيخ: أنا موحد. فقال له صلى الله عليه وسلم: لما قصدتك تلك المرأة المسلمة؟ قلت لها: أقيمي عندي البينة، إنك مسلمة وشريفة. فكذا أنت أقم عندي البينة، إنك مسلم. فانتبه الشيخ حزينا، وتذكر رده للمرأة المسلمة وإعراضه عنها،
فاستيقظ وقام بالبحث عنها، وكان يطوف على البلدة منذ ذلك الحين ليعثر عليها. وفي نهاية المطاف أخبره الناس بمكانها، حيث كانت في منزل كبير البلدة، فأرسل إليه بطلبه. أتى إليه كبير البلدة فقال الشيخ: هل المرأة المسلمة الغريبة عندك في المنزل؟ قال: نعم، هي معي في المنزل. هي وبناتها وأهلي يهتمون بهن. فقال: هي امرأة مسلمة شريفة، وأنا أريد أن أرعاهن هي وبناتهن. فقال له كبير البلدة: كيف ذلك؟ هي معي في الدار وبناتها، وينعمن بكل سبل الراحة، ولن أعطيهن لك، فقد نزلت علي بركة بوجودهن، ولحقني خير كثير. فقال له: أعطيك 1000 دينار على أن تسلمهن لي. فقال له: لا أفعل ذلك، ولو كان أكثر من ذلك. فاستغرب الشيخ من إصراره، فقال له الرجل: ما تريده أنت؟ أنا أولى به. هل تريد أن تأخذ القصر لنفسك؟ القصر الذي رأيته في منامك خلقه الله لي أنا، وأنت تظنني غير مسلم؟ والله لم أنم تلك الليلة حتى أسلمت أنا وأهلي. وكان ذلك على يد امرأة شريفة فاضلة، وعندما نمت رأيت مثل ما رأيت أنت في منامك. وقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: الامرأة وبناتهن عندك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: القصر لك ولأهل دارك، وأنت وأهل دارك من أهل الجنة. خلقك الله مؤمنا في الأزل. فلما سمع الشيخ هذا الكلام ندم ندما شديدا، وذهب وهو حزين حزنا لا يعلمه إلا الله. انتهت الحكاية يا أصدقاء، وبها الكثير من الدروس والعبر. فالمؤمن لا بد أن يكون رحيما بكل من حوله، وخاصة من يحتاج المساعدة، وأيضا من لا يجد من يعوله ويكفله، وبالأخص اليتيم الذي فقد والديه. فمن يكفل اليتيم فهو في خير كبير في الدنيا والآخرة، وهي الأمور التي تدخل الجنة، وهي من أبواب الخير، بل هي من أعظم الأعمال، والتي تقربنا إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما هكذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه بعض الدروس من حكاية اليوم. وماذا عنكم يا أصدقاء؟ لا تنسوا مشاركتنا على رقم الهاتف الظاهر على الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة شيقة ولطيفة. هذا موفق ناصر يحييكم، وعبد السلام ناصر. نترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. لا لا